الحقيقة أولا. نور النبي معلم القرآن، فالشمس ذات والمنير محمد، والنجم آل البيت في الفرقان. سبحان من خلق الحقيقة أولا. نور النبي معلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه وعترته الطيبين الطاهرين. المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين إرشاد، والإرشاد لا يؤخذ من كتاب، يؤخذ من معلم. يعني احنا لو بصينا لطلبة العلم نجد أن طالب العلم يملك الكتاب والمدرس، إنما لو طالب العلم يشتغل من الكتاب بس، بالرغم من أنه يقرأ اللغة العربية، ولكن هناك من الأمور لابد أن يشرحها له مدرسه. بمعنى إحنا أنشأنا مدارس لتلقي العلم، حتى القرآن بالرغم إنه مكتوب في كتب إلا عملنا خلوة وعملنا شيخ يحفظ الأولاد في الخلوة. ليه؟ لأنه نعرف يقرأ لازم يعلمه التشكيل، ونعرف يشكل لازم يعلمه المد والغن والإضغام، ونعرف المد والغن والإضغام لازم يعلمه الوقف. إذن لابد للكتاب من معلم، لأن الكتاب وحده لا يكفي لأن يعلمك. تيجي تكلم واحد تقول له يا مولانا، يقول لك والله الكتاب الفلاني قال كذا والحديث الفلاني قال كذا. مين علمك الكلام ده؟ ما عندوش مدرس. وهذه ليست بسنة، لأن حتى في القدماء الأسبقين كان إذا جلس عالم ليلقي علم كان ينتسب إلى مشايخه من العلماء، لأننا الكتاب ده ما بقدر أعرف هو فيه إيه بالضبط، ولا أقدر أحل معضلاته ولا مشكلاته. حتى اللغة العربية بتاعته ذاتها بتكون صعب علي. سيدنا معاوية بن أبي سفيان شال مصحفه وراح لسيدنا عبد الله بن عباس وقال له يا ابن عباس لطمتني أمواج القرآن. سيدنا عبد الله بن عباس قال له حاصل شنو؟ قال له يا أخي في آية أنا ما ممكن، يعني ما رك بالي في راس يعني إنها تكون بالموضوع ده. سيدنا عبد الله بن عباس سأله عن الآية، قال له إزاي سيدنا يونس نبي ورسول وربنا يرسل الناس، وبعدين ربنا يتكلم عنه في القرآن ويقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه. كيف فهمها لي دي؟ إزاي سيدنا يونس يقول يفكر في أو يظن أن ربنا سبحانه وتعالى لن يقدر عليه، وكمان ربنا يجيبها في القرآن؟ سيدنا عبد الله بن عباس ضحك وقال له أصلا هنا نقدر مش بمعنى القدرة. قال له امال بمعنى شنو؟ قال له بمعنى التقدير، والتقدير يعني التضييق، وظن أن لن نضيق عليه. إذا كان ده سيدنا معاوية وإحنا بنقول إنه من كتاب الوحي، وبعدين يقول لطمتني أمواج القرآن، فما بالك بأهل العصر بعد 1440 ولا 35 سنة وجاي تقول لي أنا أمسك مصحفي وأقرأ فيه وأتعلم شنو؟ إذا لازم تتعلم. بقول لك سيدنا معاوية بن أبي سفيان من كتاب الوحي وشال مصحفه وراح لسيدنا عبد الله بن عباس، هتقول شنو؟ إذن القضية اللي أنا عايز أتكلم فيها أن الكتاب براه ما بيقدرش يعلمك. أنا لو قريت القرآن محتاج لعلوم جمة علشان أتكلم في آية واحدة. أنا ما تقوليش الآية دي بتقول كده. القرآن ليس قانون، وأما تقول لي كتاب الله وسنتي يلزمها علوم جمة، مش كتابين هتمسكهم في إيدك وتقرأ من الكتاب ده وتقول الآية دي معناها كده. لا لا لا، هذا القرآن الآية الواحدة تحتاج إلى علوم كثيرة حتى تقول بها أو تستخرج منها حكما فقهي.
لأن المعنى اللغوي لوحده ما بيكفكش علشان تستخرج حكما فقهيا من الآية. بمعنى إيه الكلام ده؟ يعني أنا عندي أسباب نزول لابد إن أنا أرجع ليها في الآية اللي أنا عايز أحكم بيها. عندي لازم أشوف الآية اللي أنا بحكم دي ناسخة أم منسوخة. عايز أشوف الآية دي نزلت في كافر أو مشرك أو نزلت في مسلم أو مؤمن من الخطاب. ما تجيبليش آية منسوخة وتحكم بيها دلوقتي. أنا لما أقول لك إيه رأيك في الخمرة هنا في بلد زي السودان، ما تقولش يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما، ما تنفعنيش هسي. إنما ممكن هذه الآية بعدها ربنا قال لا تقربوا الصلاة، بعد لا تقربوا الصلاة قال رجس من عمل الشيطان. إذا أنا لازم يكون عندي متابعة موضوعية للآية اللي أنا عايز أتكلم فيها، متابعة موضوعية من باب أسباب النزول، ومن باب أسباب الناسخ والمنسوخ، ومن باب الآية دي نزلت في من، ومن باب هل هي محكمة أم متشابهة، ومن باب هي عامة أم خاصة. سيدنا علي لما سألوه قال والله إن آيات القرآن دي ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت بسهل أم جبل، وفي من نزلت رجل أم امرأة، ومتى نزلت بليل أم نهار. يعني الآية سيدنا علي كان بيبص فيها كده يشوف الآية دي نزلة في مرة ولا راجل، نزلة في سهل أم في جبل، نزلة بالليل وبالنهار، علشان ياخد الحاجات دي بعد أسباب النزول دي يحطها سيدنا علي مع باقي مواضيع القرآن عشان يطلع منها حكم فقهي. يعني مش تيجي تقول لي الموضوع الفلاني كده لأن ربنا قال في القرآن كده والآية دي نزلة من فوق 7 سماوات. كل القرآن نزل من فوق 7 سماوات، ليست آيتك هذه فقط. ما تقوليش ربنا قال في سورة النور قال كده الآية 113 والآية 12 في المائدة وإياك نعبد وإياك نستعين آية رقم كم. القصد أن الكتاب بغير معلم، حتى القرآن يحتاج إلى معلم. لا يمكن أن تقول عندي كتاب الله أخذ منه، لأنه من أنت. في زمن سيدنا علي بن أبي طالب رجل شكوه الناس، قالوا يا إمام هذا الرجل يخطب بنا ساعة ويصلي بنا ساعة. سيدنا علي سأله يا هذا أتعلم أسباب نزول الآيات؟ قال لا. قال أتعلم الناسخ والمنسوخ منها؟ قال لا. أتعلم المحكم والمتشابه من آيات القرآن؟ قال لا. قال لا. أما أنت مش عارف ده كله بتتكلم في القرآن ليه؟ ما لك ومال القرآن؟ حافظ بس ما ينفعش. أمال إيه؟ سيدنا علي قال له يا هذا ما اسمك؟ أنت اسمك منه؟ قال له اسمي عبد الرحمن بن أبي دأب. قال بل أنت عبد الرحمن بن أبي اعرفوني، اذهب فتعلم قبل أن تتكلم، ذلك أجدى لك وأسلم. القضية مش إن أنا أخم من القرآن وأكب بره وأقول الآية دي بتقول كده والآية دي بتقول كده بغير أن أرجع إلى علوم القرآن. الناس بتدرس علوم القرآن في سنين جمة، وليس في 3-4 شهور أجهز لي داعية أنا هسويه في الفرن وأجدعه كده وأقول ده داعية. لا بد لأن يكون للقرآن معلما يعلمك، مش يحفظك آية من الشرق وآية من الغرب. سيدنا معاوية قال إن أغرى الضلالة على الله أن يعلم الرجل منكم الطفل والصبي والعبد والمرأة آيات من القرآن ليحاجوا به أهل العلم. ما تقولش اسمع انت احفظ الآية دي في سورة النور والآية دي في سورة واطلع قوم الكلمتين دول، هذا ليس بداعية. وقد قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا أصحابه قال لهم أصبحتم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه،
قليل سائلوه كثير معطوه العمل فيه خير من العلم. أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه وقال وسيأتي على الناس زمان، زماننا ده كثير خطباؤه قليل علماؤه. يعني زول يتكلم في الدين 10,000 واحد يتكلم، ما مشكلة. عايز تتكلم في الدين، الزول انت لو بتتكلم في الهندسة واحد مهندس بيتكلم تلاقي الناس سامعينه. لو بتتكلم في الطب واحد بتاع طب قاعد دكتور بيتكلم في العمليات تلاقي الناس كلها سامعاله. اول ما تقول قال الله وقال النبي الناس كلها علماء. وهكذا قال رسول الله منذ اكثر من 14 قرن من الزمن: الكثير خطباؤه قليل علماؤه كثير سائلوه قليل معطوه العلم فيه خير من العمل. إذن أنا لما أتكلم عن العلم لا أخذ العلم بأصوله. لما عايز أتكلم في القرآن أشوف علوم القرآن وأشوف آراء من سبقونا، مش أنا أخم لي آية أو حديث قد يوافق المعنى اللغوي ويختلف المعنى الفقهي، وهذا كثير. والمثال اللي ضربناه بين سيدنا معاوية وسيدنا عبد الله بن عباس، هذا الفرق في الفهم بينهما، وهما صحابيان ونزل القرآن بين ظهرانيهم، ولكن احتاج سيدنا معاوية إلى سيدنا عبد الله بن عباس، لأن سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة. هكذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولد ابن عباس ولد في شعب أبي طالب أيام الحصار، لما قريش حاصرت بني طالب كلهم في شعب أبو طالب ومنعوا عنهم الأكل والشرب، ولد سيدنا عبد الله بن عباس في الوقت ده. ولما ولد دعا به النبي، قال لهم هاتوه المولود ده هاتوهولي، وجاب جردل فيه مويه وسطل فيه مويه وغطسوا فيه وطلعوا، وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان عبد الله بن عباس حبر الأمة حتى في صباه رضي الله عنه. إذن العلم له أهله، وإذا أردت أن تتكلم في العلم فعليك بحضور مجالس العلماء وليس الخطباء، تتعلم منهم. إذا أردت كتاب الله، إذا أردت حديث رسول الله، فلكل منبع ولكل مشرب حتى تستقي وتمتلئ ثم تخرج فتعلم الناس. ربنا ذاته ما قالش الواحد يقرأ في القرآن ويمشي يكلم الناس أبدا، قال كده ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. نفروا يعني مش يسابوا الدنيا دي، قعدوا منهم طائفة دي تعمل ايه؟ يقعدوا ينقطعوا. مجموعة نفر بسيط يقعد يتفقه، وبعد ما يتفقه يرجع للناس عشان ينذرهم ويفقههم. إنما علشان كل زول يشيل له كتاب يقرأ فيه ويطلع منه ويده على كيفه، هيبقى عندنا كل بعدد المسلمين تلاقي عدد الأديان وتختلف الأمة، ولا يجتمع الناس على معنى واحد ولا على رأي واحد، ويختلفون فتختلف قلوبهم فتختلف ألسنتهم فيضرب بعضهم رقاب بعض. هكذا قال ابن عباس حبر هذه الأمة عندما سأله سيدنا عمر بن الخطاب، قال له يا ابن عباس أعجب لهذه الأمة، إلهها واحد، نبيها واحد، كتابها واحد، قبلتها واحدة فيما يختلفون. قال له يا أمير المؤمنين نحن قوم نزل القرآن بين ظهرانينا وأخذنا الإيمان ثم أخذنا القرآن، يأتي بعدنا أناس يسبق قرآنهم إيمانهم فتختلف قلوبهم فتختلف ألسنتهم فيضرب بعضهم رقاب بعض. وده الحاصل الفرق والاختلافات. من هذا فلنرجع إلى الزمن الأول كي نتعلم منه، نتعلم من أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، ونتعلم من حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، كي يكن عندنا نفس الثمرة التي حظوا بها. وإن شاء الله في لقاء قريب نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان من خلق الحقيقة أولا، نور النبي معلم القرآن، فالشمس ذات والمنير محمد، والنجم آل البيت في الفرقان. سبحان من خلق الحقيقة أولا.